ماذا يريد الإعلامي المغربي محمد المغودي من تونس؟ نسمع هذا التصريح ومن بعد نرجع نحكيه. وهاني يقول قبل ما نعدي التصريح راهو اللي قالوا مرفوض جملة وتفصيلا. نتفرجوا الساعة. الناس في الاتحاد التونسي يقنعوا المدرب لاموشي ياخذ بعض اللاعبين من بعض الأندية باش يستافدوا من ديك المنحة ديال الفيفا. أنا كنعتبر بأن ما يحصده الآن المنتخب التونسي هو تحصيل حاصل، لأن ما يقع باش نكونوا واضحين، تونس الآن تمر بواحد المرحلة ديال الفراغ على جميع المستويات. فراغ مهول على جميع المستويات. نعم. كرة القدم ليست جزيرة، هي جزء لا يتجزأ من الوضع العام. نعم. داخل أي بلد. في المغرب التطور ديال كرة القدم راه يرافق التطور في واحد المجموعة من المجالات. نعم. دونك بالنسبة لي أنا في تونس ما تعيشه تونس على كل الأوضاع ينعكس أيضا على كرة القدم. الناس في الاتحاد التونسي يقنعوا المدرب لاموشي ياخذ بعض اللاعبين من بعض الأندية باش يستافدوا من ديك المنحة ديال الفيفا باش يحلوا الأزمة داخل الأندية. أنا كنعرف اللائحة ديال تونس، اللائحة ديال المنتخب فيها الكفاءة، فيها الجاهزية، بمعنى أن المنتخب التونسي تحول إلى وكالة استثمارية للأندية. وشي خاطر وكالة ماشي استثمارية، عفوا وكالة تجارية للأندية. نبيع لك اللاعب باش تجيب لي، نعطيك اللاعب باش تجيب لي الفلوس للفريق. ما كنتوش في مستوى التحدي ديال هالمرحلة، لأن كان من المفروض أنكم تنبهوا الدولة التونسية إلى ما يجب أن تقدمه للكرة التونسية، وكان عليكم أيضا أن تكونوا في مستوى التحدي، مستوى الرد على هذا الاختيار السيء. انتم ملي كان التوانسه كيطلبوا مدرب اجنبي ونجيب مدرب اجنبي، ولكن نجيب مدرب اجنبي في مستوى عالي. أيها الإعلامي المغربي نكنوا لك كل الاحترام والتقدير. سيادة تونس خط أحمر. كي تحكي على المنتخب وتعدي دي ميساج بين السطور، تونس ما عندها شيء وتونس تعبة وتونس وتونس وتونس. حاب نقول لك حاجة، احنا فرحنا برشا للمنتخب المغربي الشقيق الباديالي مشينا، لكن راكم كنتوا تتعلموا علينا. راهي تونس هي الأصل وانتم التقليد. راهو كنتوا كل شيء، احنا الاكزامبل الجميل عندكم انتم. اليوم فما برشا ظروف خدمتكم، لكن اليوم سيادة تونس نعاود لك راهي خط أحمر، وحتى واحد ما يعطي دروس. احنا مع المكتب الجامعي متاعنا ومع المنتخب متاعنا ومع سياسة دولتنا ومع رئيسنا قلبا وقالبا. الحمد لله عندنا رئيس جمهورية، احنا قمة في النظافة، قمة في الوطنية، قمة في الرجولية. لا يحبنا نبوسوا له يديه لا نبوسوا له مرفقه، لأنه سيد الرجال. احنا رانا نقريو الناس ما يقروناش. تونس راهي حكومة وشعبا حتى واحد ما يعطينا دروس، وحتى واحد ما يتدخل في شؤوننا الداخلية، وناكلوا بعضنا ونضربوا بالبوني مع بعضنا. اما وقت تحط ركايب رانا ما نعطيوش بعضنا. قايل في بالك انت تحب تغار على تونس قبلنا احنا، واللي يهمك مصلحة المنتخب قبلنا احنا؟ لا، احنا بلادنا ودمنا وروحنا وحياتنا لهذا البلد وهذا الوطن. اليوم رئيس جمهورية قاعد يبني في تونس حجرة مع رجالات الدولة ونساء الدولة، حجرة بنظافة. قيس سعيد ما باعش تونس، قيس سعيد ما حطش يده في يد الصهاينة. قيس سعيد رجل والتوانسة كل رجال. اليوم ما نستناو حتى واحد يحب يعدي دي ميساج باش يضربنا ويدخل فينا غنى أطرافين مشاركة المونديال، ليذهب المونديال للجحيم، لتذهب مباراة اليابان تونس ومباراة اليابان وهولندا واللي تحبتي للجحيم. سيادة تونس خط أحمر، ولذلك اللي داروا بالبلار ما يجيبش ديار الناس بالحجر. أيها الإعلامي المغربي، أشقانا المغاربة على رؤوسنا وعينينا، أما تبقى تونس هي الأصل والباقي تقليد. عدنان بن مراد. صاحبي انا وقت شفت الكوندكتور عملت اتصالاتي، كلمت بعثت للسي استاذ بدر الدين الادريسي، كلمت زميلتنا المحترمه جدا اللي تفاعلت معايا كثير الاخت مريم مسيوب، لكن اللي حتى المعد نتاع البرنامج اتصل بي مرتين، بون كنا نجموا ناخذوه. انت فاتت عليش انا نقول لك، انا نقدت هنا المكتب الجامعي، لكن السيد ما سمعتوش بالكدا، وفما اكستري اخر يحكي على الشرف نتاع المكتب الجامعي. هذا كلام نقول له انا ننقد المكتب الجامعي، مش من حقك انا نلبس توا
لباس المكتب الجامعي، وانا في المكتب الجامعي وانا تونسي ونتشرف ونلبس دراب بلادي، مش من حقك باش تحكي على الشرف. رد بالك، اتونسيون، رد بالك، راك ما تعرفش تونس. مش من حقك كما قال صاحبي باش تدخل دي ميساج بوليتيك في وسط كلامك على تونس مش ماشيه امورنا نحن ننقذوا بلادنا، امورنا ما تتدخلش اطراف اجنبيه في تونس من فضلك. نجم نقول لك كلام اخر، نجم راهو نتبعوك وندفعوا بيك قضايا، لكن تونس ارقى من هكا. ان شاء الله نحن المسؤولين نتاعنا واللاعبين نتاعنا والناس معناها اللي تنظم في الرياضه في تونس يكونوا لهم هذوما دي ميساج فور باش نرجعوا ونوقفوا على رواحنا ونفيقوا على رواحنا من السبات نتاعنا، لانه كما قال الصاحبي كنا نحن ليكزامبل. اليوم تونس لازم ترجع في الرياضه في كره قدم وفي غير كره قدم، لكن ما نرفضوا رفضا قطعيا باش الناس من برا تعطينا دروس. واضح. تفضل لطفي. صاحبي انا حبيت نقول للسيد هذايا انه احنا رانا عندنا اولويه الكرامه، هذا اولا. الحاجه الثانيه كان حبينا نوصلوا بين قوسين اللي وصلوا من غير ما نعطي عليه ما نحدد معناها نقيمه، رانا عملنا سياسه الانبطاح والاستسلام لغيرنا. لكن فما نقطه برشا اللي احنا زاد قاعدين نروجوا لها احنا بنفسنا، نحكيوا على ثوره وعلى استراتيجيه معناها ايجابيه في المغرب من ناحيه كره القدم. راهو هذا نقول لك وهم، لانه ما فماش حتى استراتيجيه غير البنيه التحتيه. صحيح فما تحسن في البنيه التحتيه المغربيه، لكن من ناحيه كره القدم وكان هم عندهم استراتيجيه وصلوا لنتيجه، راهم ما يجيبوش في اللاعبين من اوروبا ومن المزدوجين الجنسيه كما نسميهم، ولا يشريهم فيهم حتى بالفلوس. حتى على المستوى الايديسات والايفان نلقاهم كلهم جاي من يلعب في اوروبا. على اي استراتيجيه وعلى اي تكوين يحكيوا. اذا كان فما بالحق يعني استراتيجيه وعلى نتائج معناها بالحق واقعيه في كره القدم، راهم فما تكوين وفما معناها من البطوله المغربيه. ما تنساش من البطوله المغربيه عندهم لاعب ولا لاعبين راهو في المنتخب. واضح. سي علي شنو تحب تقول؟ لا انا باش نقول كلمتين، ما نستناوش في دروس من حتى حد. نحن سباقين في كرة القدم، سباقين في كل حاجه، سباقين. هما تعلموا من عنا نحن. قد ما لعبت كوره مع المغرب ما نثبتش نهار خسرت مع المغرب انا برا والداخل. وفي نهار 2001 يا اخوي حتى في الصغار مازلنا لعبنا ايديسات غاديك تعادلنا معاهم ورابحين حتى دقيقه 80 صفرين. احنا كي يتقدم تو بركه موسى المونجي كان يشكر الفريق المغربي على المستوى اللي قدم فيه كل شيء. نحن ناس متربين واعلم ما ندخلوش في الامور السياسيه بعثنا في حرابش. لا سيدي، عندنا جمعتنا ونحترموها ونقدروا جماعتنا ونقدروا المليون نتاعنا، حتى نخسروا بشرف وروسنا الفوق، ما نبعتوش وما نبيعوش القضيه العربيه. هما باعوا كل شيء باش يوصلوا للمستوى هذاك، نحن ما بعناش. صاحبي والله اللي قالوا عيبته دابور. انا باش نقول له شوف تفاعل الشعب التونسي مع المنتخب المغربي، شوف تفاعل الاعلاميين التوانسه مع المنتخب المغربي. شوف اش قلنا فيه الحس، واش قلنا فيه، اش قالوا الناس الكل، ومازلنا باش نقولوا نعطوا حق المنتخب المغربي. دونك شوف السيد هذا شنو عمل. لكن هذا السيد يمثل روحه وما يمثلش بالضبط. صاحبي هذا شو يقولوا لك، هذا السيد يمثل روحه، ما يمثلش المغاربه، لان المغاربه يحبوا التوانسه وهذا شيء متاكدين منه. ورغم هذا كنقولوا له ما تنجمش لا انت ولا غيرك باش تدخل في الشان التونسي، شان يعنينا احنا توانسه ونعرفوا بعضنا ونعرفوا ونحبوا بعضنا وننقدوا بعضنا ونختلفوا مع بعضنا. السيد هذا انا اكد لك صاحبي المغاربه ما همش موافقينه على اللي قالوا بتاتا. هذا انسان راي فردي منعزل ما يهمه كان هو كما قال سي صالح صاحبي. انا ناس اعتذرت لي في التليفون قبيله بان رد بالك، راهو كما قلنا احنا ناس مناسبين منهم وماخذين منهم ونحن يا سي عدنان سامحني انت اعتذروا لك في التليفون ما يهمنيش فيها. انت تكلمت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي قناه تلفزيه، اخرج تعتذر من تونس ومن التوانسه حكومه وشعبا، لانك انت تمثل كان روحك وما نحبش تزيد نغماق اكثر في الكلام، ربما نخرج عن النص. نعاود لك في كلمه واحده، تونس الاصل والباقي تقليد. كلمه بركه بربي صاحبي، ما نعملوش الامالغام على خاطر حسيت اللي كان عملنا امالغام معناها خلط. لا كرة المغربيه كرة كبيره وناس لا ما سي عدنان، كرة مغربيه كرة كبيره، اما تونس قبل امورها كرة كبيره مش كبيره. تونس قبل، لا تونس قبل كل حد. شوف نختم لك باش تفهم، تونس تمرض وما تموتش. سافا يعني